هذا عملك يحسسك بشيء من الانجاز؟ إيه. لا يعني جدا راضي. علمت اولادك على صنعتك؟ لا. ابد. إيه ما تقبلوه. يعني هذا موقف دائما نضحك، يعني من نتذكر دائما نضحك. يعني من كنا بالخارج احنا جروب، فبراس السنه طوكيو نتمشى، اخذونا المعبد كنيسه هيجي، فجينا قاموا يسالونا اسئله، اخذونا كل واحد بكابينه، قاموا يسالونا اسئله، ايش عندك مشاكل، ايش عندك كذا، ايش عندك كذا، سجلوا. انا قلت له عندي اثنين، يعني جدي وبيبيتي متوفين، سجلنها بعد ما عندي شيء، ما عندي شيء. عندنا ولد من جماعتنا من اهل دياله ما يعرف لا انجليزي ولا يعرف ياباني، شو يسالوه يقول لهم يس. جاب واحد يترجم له، هم يا دوب يعرف الاز والار. فمن طلعنا ورا هاي الاسئله كلها، نزع هدومك، اعطونا بيجامه قميص ابيض البسهم هسه نجيك. انا اول واحد طلعت. هذا الحكي كان يوم 23/12 عز البرد. طلعنا واذا بالحديقه لقينا جماعه واقفين وحوض مال مي بارد، قعدوني قعد انزل بالمي. وانا مكتوب عندي يعني اثنين ميتين يعتبروها فد المين، قضيتين محزنه او ما اعرف ايش. غططوني مرتين بس ما تحس انت صرت قطعه من الثلج. المهم انا طلعت، اجى ورايا كذا، جابوا صاحبنا اسمه خالد الولد. خالد من اجى، احنا متوقعين ما يعرف يحكي انجليزي، فمتوقعين انه اكو شيء يغططوه، ومن يغط مو صحيح يعيدوا لي اياه. احنا واقفين انتهينا من الضحك. غططوه وقام يفشر ويسب عليهم وعلينا. لك ما بسكت حتى اسكت انت. ويطلع كان واحد من جواده يقول له شو انت موت العشيره كلها. وغططوه اكثر من يمكن 15 20 مره. شبع لا ما عجز. الموقف كان فد شيء خرافي، يعني مضحك وكوميدي وما ينسي. والتعميد هذا يمكن؟ لا يسموهم غسل الذنوب. غسل الذنوب. ايه يسموه غسل الذنوب هم. تحب بلدك؟ جدا. وراح تبكيني. لا والله. لا ما اريد. والله. يعني سبب تجوالي هذا هو اريد والله